جامعة ساكسوني ايجيبت جامعة تكنولوجية خاصة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، طرح لها بالبدء في الدراسة بالقرار الجمهوري، وهي جامعة ذات نظام ديوال سيستم بينها وبين جامعات ألمانية خصوصا في ولاية ساكسوني، وكمان في تعاقدات على تعاون مشترك بيننا وبين بعض الجامعات الألمانية. الشهادة بتاعتنا هي شهادة معتمدة 4 سنين بتاخد بكالوريوس أو 2 بتاخد دبلوم، والنظام بتاعنا بيشمل 60% هاندس اون أو عملي أو براكتيكال و40% نظري، واحنا واحدة من الجامعات القليلة في مصر اللي بتعتمد على إكساب الطالب مهارات العمل اليدوي. برنامج ميكاترونكس السيارات هو برنامج يعتبر بايونير هنا في مصر، وطبعا هو مبني على كوريكولمز او مناهج دراسيه تم وضعها بالاشتراك مع الجانب الالماني لانتاج مخرج مهم جدا سواء لمصر وللدول الاوروبيه او العالم كله. البرنامج بتاعنا مهتم بتكنولوجيا السيارات بالذات. طبعا تكنولوجيا السيارات في تقدم مستمر، احنا بنتابع هذا التقدم، بندرس للطلبه احدث التكنولوجيات عشان نقدر نطلع مهندس يقدر يتعامل مع الأنظمة الحديثة سواء السيارات التقليدية أو السيارات الكهربائية، وده بيخلينا نضطر نعمل معمل وورش بأحدث الأجهزة، وده طبعا مكلف جدا، لكن ده في سبيل إننا ندي الطالب بتاعنا الخبرة العملية إنه يتعامل مع أحدث الأجهزة والأنظمة اللي تخليه قادر إنه يتعامل مع السيارات الحديثة والأنظمة الحديثة. طبعا الطالب عندنا بيدرس في الجامعة في أجزاء عملية أو مناهج عملية، لكن برضو إحنا على اتصال بجميع الشركات المهتمة في مجال السيارات سواء في مصر أو في ألمانيا، وعقدنا بعض الاتفاقيات للتدريب بتاع الطلبة في هذه الجهات. يعني الطالب بيتدرب عندنا في الورش بتاعتنا أو المعامل بتاعتنا، وبيتدرب كمان في الشركات المحلية وإن شاء الله في الشركات الأوروبية كمان. طبعا الدراسة عندنا هي دراسة بتشمل نظام اسمه 2+2. في السنتين الأولانيين الخريج بتاعنا ممكن يحصل على دبلوم في الهندسة ميكاترونكس السيارات، وده الدبلوم ده مطلوب جدا للعمل في ألمانيا وفي مصر كمان، بيبقى زي نظام تكنيشن. لكن لو كمل السنتين التانيين بياخد بكالوريوس في هندسة ميكاترونكس السيارات، وده مطلوب جدا جدا. الخريج بتاعه بيقدر يشتغل في مجال التصميم والتطوير والصيانة والإصلاح والإنتاج بتاع السيارات. طبعا احنا عاملين اتفاقيات مع الغرفة التجارية الألمانية بحيث ان الخريج بتاعنا بيحصل الشهادة بتاعته معترف بيها، بحيث ان الخريج ممكن يسافر يشتغل في ألمانيا او في اي دولة أوروبية، لان الشهادة بتاعته تعتبر تبعا للديوال سيستم. احنا الخريج بتاعنا بياخد لقب مهندس تكنولوجي، وفي فرق بين مهندس تكنولوجي ومهندس فني تكنيشن. تكنولوجي اعلى بكتير طبعا من التكنيشن. التكنولوجي هو راجل واخد بكالوريوس هندسة، درس تقريبا معظم الدراسات اللي بيدرسها المهندس العادي، بس بيزيد عنه بمهارات العمل اليدوي.